الخبز هذا بزاف شباب، نشاركوا الوصفه، نشارككم الوصفه مع بعض. شوفوا ماشي معجن كامل ويجي رائع، خبز فيسال مليح في رمضان. معكم حوريه كويزين في وصفه جديده كالعاده، وصفه الخبز فيسال اللي يحبوه شعب كامل في رمضان، يعني نموتوا عليه. ان شاء الله اليوم نشارك معكم الوصفه باذن الله. المقادير: هنا عندنا قريصه تاع الملح، مغرفه واحده كبيره تاع السكر، مغرفه كبيره تاع الخميره، عندنا كيس خميره كيميائيه، عندنا شويه تاع الزبده، كاس تاع الحليب دافي، ربع كاس تاع الزيت، نص كاس تاع الماء، كاس تاع فرينه. وعندنا هنا للتزيين الحبه السوداء مع حبيبه تاع البيض، ونحطوا 2 كيسان فرينه واحد اخرين اللي باش نطموا بهم العجينه. بسم الله. هنا في الغيسيبيون نحطوا الزيت، هنا عندنا كاس تاع الحليب دافي، عندنا نص كاس تاع الماء كذلك دافي، عندنا هنا النواشف تاعنا، عندنا الخميره، السكر والملح هكذا، عندنا كاس تاع الخميره، كاس تاع الفرينه هكذا، ونخلطوا كلش مع بعض بهذه الطريقه. نخلطوا كلش. هنا بعد ما حركناها مليح وتفتحوا معنا كل الحبيبات هذوك، نخلوها تريح شويه، نغطوها بابي فيلم، نخلوها تريح شويه. هنا بعد ما خليناها ريحت بهذه الطريقه كما راكم تشوفوا، شوفوا كيفاش ولات لنا، راهي شغل البن. نجو نزيدو نضيفوا لها 2 كيسان تاع الفرينه ونجمعوها. انا استعملت يدي هنا بعد ما طميت العجينه ديالي نجي نضيف لها الزبده، شويه تاع لاليفور تاع الحلوه، ندخل هاد الزبده تاعي مليح لداخل في العجينه بهذه الطريقه هكذا، نجمعها مليح ونعجنوها مليح باش ندخلوا هذيك الزبده مليح لداخل كيما راكم تشوفوا بهذه الطريقه. تجمع معنا هذيك الزبده كامل بالزبده، عجناها مليح، نغطوها تريح لنا شويه. نديروا البلا تاعنا بالفرينه مليح، يعني اللي عنده بابي سويتو يقدر يدير، انا درت الفرينه في البلا. هنا نجو نقرصوا العجينه تاعنا هكذا بهذه الطريقه هكذا باش يجينا حربوش، ونجو نعجنوا هكذا بهذه الطريقه هكذا طولي في الحربوش تاعك هكذا على شكل خبزه كيما حتى يطول معك الحربوش على قيس النوا تاعك. عرفوا كيفاش تسقموها برك شويه هكذا باش يجينا كيما الباغيت. انا شكلت الخبيزات تاعنا، نجو هنا نديرو هكذا عشوائيا خطوط هكذا بهذه الطريقه باش يتفتح الخبز معانا. ندهنوه بالبيض. الفور تاعنا رانا شعلناه على 250 درجه كلويصه. الفرن الخبز تاعنا للفرن على 250 درجه، نشعلوا له من الفوق ومن بعد نشعلوا له من التحت. قطعتين نديرهم مدورين هنا بهذه الطريقه، نغلقوهم هكذا بهذه الطريقه مليح، نبسطوهم شويه باسكو حيطلعوا لنا هكذا، نبسطوهم شويه على خاطر يطلعوا هكذا. هنا لحقنا للنتيجه النهائيه. بسم الله ما شاء الله، الخبز تاعنا الفيسال كما راكم تشوفوا ما شاء الله، خبز جا روعه يعني كما راكم تشوفوا. شوفوا النتيجه تهضر على نفسها، وصفه رائعه. شوفوا نحبط شغل بونج ما شاء الله ما شاء الله كما راكم تشوفوا، يعني وصفتي ناجحه. الى عجبتكم الوصفه ان شاء الله شاركوني على قناتي على اليوتيوب وبارطاجيو الفيديو معكم، وشكرا.